تتجه الأنظار يوم الاثنين المقبل نحو ملعب مراكش الكبير، حيث يستضيف نادي الكوكب المراكشي نظيره أولمبيك الدشيرة في قمة كروية واعدة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المغربي. يدخل فارس النخيل هذه المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، ساعيا لتأكيد صحوته الأخيرة بعد فوزه الثمين على نهضة بركان وتحسين وضعيته في جدول الترتيب. وفي المقابل يرحل نادي أولمبيك الدشيرة إلى مراكش بروح قتالية عالية وطموح كبير لتكرار تفوقه في لقاء الذهاب والعودة بنتيجة إيجابية تؤمن مساره في البطولة الاحترافية وتوقفه عن سلسلة النتائج المتعثرة. المواجهة ستكون صراعا تكتيكيا بامتياز بين رغبة الكوكب في فرض أسلوبه الهجومي وصلابة الدشيرة التي تطمح لمباغتة أصحاب الأرض في سهرة كروية مرتقبة. ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9 مساء، وستكون المباراة منقولة مباشرة عبر قناة الرياضية، فمن سيتمكن من حسم هذا الصدام لصالحه؟